بالنسبه لاسيا، اولا الجبال، او قبل ما ناخد الظواهر التدريسيه والكلام ده كله، اسيا شمالك محيط كل شمالي، تحت هندي، هنا المحيط الهادي، هنا قاره اوروبا الفيصل ما بينها جبال اورال، قاره افريقيا الفيصل ما بينها جبال البحر الاحمر. عشان بس ما انت عارف دي الحدود بتاعتي، خلي بالك. انا بدايه اسيا هي نفس بدايه مين؟ قاره مين؟ استراليا. بدايه اسيا هي نفس بدايه قاره استراليا. طبعا انا عندي هنا 3 دوائر، دائره قطبيه شماليه، دائره المدار السرطان تحت الاستواء. الجبال، جبال في الشرق اليابان، في النص جبال الهيمالايا، في الغرب عندنا اهو جبال اسمها زاجروس. زاجروس موجوده فين؟ في العراق وايران، وبتطل على الخليج العربي. اما الجبال اللي اسمها جبال توروس موجوده فين؟ في تركيا على البحر المتوسط. عشان اقول لك ايه؟ جبال من قاره اسيا بتطل على البحر المتوسط اللي هي توروس. جبال مثلا من قاره اسيا بتطل على الخليج العربي، قصده على مين؟ على زاجروس. جبال مثلا بتطل على بحر اليابان تبقى جبال اليابان. اكبر جبال في اسيا هي جبال الهيمالايا اللي فيها اعلى هضبه، الاعلى قمه اللي هي قمه ايفرست اللي هي 8848. ده الجبال بالنسبه للهضبه. هضبه التبت اللي هي اعلى هضبه اللي بيسموها سقف العالم، ليه؟ لانها اعلى من الجبال المحيطه بها. هضبه الدكن، هضبه شبه الجزيره العربيه. ادي الهضبه اللي موجوده عندنا. السهول الساحليه في قاره اسيا، اسيا فيها سهول حوالين القاره زائد فيها سهول جوه القاره. افهم بالله عليك، اسيا فيها سهول جوه وبره، جوه وبره، داخليه وخارجيه. الخارجيه حول المحيط زي ما انت شايف، اللي هو المحيط القطبي الشمالي والمحيط الهادي والمحيط الهندي. اما جوه فين؟ عند بحر قزوين اللي هي اكبر بحر مغلق في العالم، اكبر بحر مغلق في العالم. البحر ده اهو بيبقى حوالين منه سهول ساحليه، بس الفرق ما بين السهول الساحليه اللي هنا والسهول الساحليه اللي هنا ان دي خارجيه انما ده داخليه. دي اسمها السهول الساحليه في قاره اسيا. نقطه. السهول الساحليه بتبقى واسعه بتبقى ضيقه. واسعه امتى؟ لما ما يكونش في ايه؟ في جبل. امتى ضيقه؟ لما يكون في جبل. انت عارف اقتراب الجبال يبقى دي السهول. ده بالنسبه للسهول الساحليه. عندي بقى السهول الفيضيه. السهول الفيضيه سهل سيبيريا اللي هو اوبيان سيلينا. طبعا اوبيان سيلينا بيصبوا فين؟ في المحيط القطبي الشمالي. فرق بالله عليك ما بين النهر وامتداده منبعه فين والمصب فين. يعني سيبيريا اللي هو 3 انهار منبعهم تحت في الجنوب بيصبوا في الشمال. العكس بقى تحت هنا، انت عندك نهر اسمه نهر السند، في نهر جنبنا اهو اسمه الجنج. دولت منبعهم في الشمال ويصبوا في الجنوب. ففرق بقى ده في الجنوب ويصب في الشمال، انما ده في الشمال ويصب في الجنوب. هنا عندك سهل منشوريا منبعه في الغرب ويصب في الشرق. عندك نهر ينجتسي اللي هو ساحل شرق الصين برضه منبعه في الغرب ويصب في الشرق. خلي بالك. نقطة بقى، السهول دي اللي هو منشوريا وشرق الصين وينجتسي ونهر الجنج ونهر السند ودجلة والفرات، ال3 صالحين للزراعة، وال3 فيهم تركز سكان بيحبوا يقعدوا فيهم. انهي الوحيد فيهم اللي هو يعتبر بيفتقد اهميته اللي هو سهول مين؟ سيبيريا دي. نظرا ليه؟ نظرا اللي هو في فصل الشتاء بيتجمد. فده حلو طول ما فيش ايه؟ تجمد، انما اول ما بيتجمد مبقاش ليه اي لازمه. زائد ان السكان بيقل في منطقه سهول سيبيريا. فدي السهول الفيضيه، خلي بالك. عندي بقى ما شاء الله الاقاليم المناخيه. اسيا، ركز بقى في اللقطه دي. اسيا فيها كل الاقاليم المناخيه ما عدا بعض الاقاليم. وهتعرف دلوقتي انا عندي دايره الاستواء تحت اهو، عند جزر اندونيسيا تحت اهو. الاقليم اسمه ايه؟ الاقليم الاستوائي تحت اهو. يعني دايره الاستواء الاقليم الاستوائي. والاستواء حراره طوال العام، امطار طوال العام، غابات استوائيه، زائد الاشجار اللي فيه اشجار متشابكه، مطاط ومهوجني، زائد الحيوانات اللي بتتسلق اللي هي القرود والكلام ده كله. فده كل حاجه متعلقه بالاقليم الاستوائي. موجود عند جزر اندونيسيا او الاقليم حور. تاني اقليم اللي هو المداري. فين المداري هنا؟ اهو عند هضبه شبه الجزيره العربيه في الجنوب الغربي لقاره
ده اقليم مداري. يعني ايه مداري؟ يعني حراره مرتفعه في الصيف، امطار مرتفعه في الصيف، زائد غابات مداريه، زائد حشائش سافانا. ده كل حاجه من الاقاليم المناخيه. ثالث اقليم عندك اللي هو الاقليم الموسمي. فين الاقليم الموسمي؟ اهو في يمة الهند وشبه جزيره الهند الصينيه. هند وشبه جزيره الهند الصينيه، المنطقه ديت اقليم موسمي شبه الاقليم المداري، حراره مرتفعه في الصيف، امطار في الصيف، غابات موسميه وحشائش برضه السافانا. بس في نقطه بقى، الغابات الموسميه زي شجر اسمه شجر جوز الهند اللي هي الغابات الموسميه. طب الاقليم اللي بعده اللي هو المعتدل الدافي، عند صيني وعند بحر متوسط. اسيا يمة الصين اهو اللي هو نهر يانجتسي، اقليم اسمه صيني. الاقليم ده ماله من 30 ل 45، معتدل دافي. الاقليم ده اهو غابات اقليم صيني، غابات اقليم صيني، حشائش ستيبس. الغابات بتاعته زي الصفصاف والبلوط اللي هو الاشجار بتاعته، زائد حشائش الستيبس. طبعا حشائش الستيبس هنا بتبقى مراعي طبيعيه، يعني برافو عليها حيوانات اللي هي زي الاغنام والماعز. انما السافانا زي ما احنا كنا قايلين هنا في الاقليم المداري، لا السافانا ديت بقى حديقه حيوان طبيعيه اللي هي فيها حيوانات اكله للحوم وحيوانات اكله للعشب. انما هنا الاقليم الصيني، الاقليم الصيني امطار طوال العام، خلي بالك زي الاقليم الاستوائي، بس امطاره بتزداد في فصل الصيف. امطاره بتزداد في فصل الصيف اللي هو الاقليم الصيني. خلي بالك الاقليم ده اهو مشهور بان يبقى فيه عواصف او فيه كوارث، زي عواصف اسمها التيفون، اشهر عواصف بتحدث في الاقليم ده. يبقى خلي بالك، يجي يقول لك الاقليم الصيني له فوائد وله اضرار. فوائده الحشائش اللي هي الستبس، اضراره اللي هو عواصف التيفون اللي بتحدث هنا. خلي بالك، ويوجد في الجنوب الشرقي في كل القارات. ماشي؟ ده اقليم صيني. جنب من او قصاد منه على طول اهو اقليم اسمه البحر المتوسط، يعني هنا صيني هنا بحر متوسط. الاقليم ده عباره عن حراره حر جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء، برضه 30 45. بس الفرق ما بين ده وده ان ده في الشرق انما ده في الغرب. زائد الحشائش اللي اسمها حشائش الستبس اللي هي مراعي طبيعيه، والغابات اللي هنا زي شجر الزيتون. يبقى هنا صفصاف بلوط، هنا زيتون. حلو. ثالث اقليم او الجزء اللي بعده هو المعتدل البارد زي اللورنسي. طالما هنا صيني يبقى هنا فين؟ هنا ايه؟ لورنسي. هنا صيني هنا لورنسي، فوق منه على طول. اللورنسي في سهول منشوريا او يابة اليابان. اللورنسي اللي هو المعتدل البارد، المعتدل البارد مش المعتدل الدافئ، المعتدل البارد. اللورنسي ده حراره معتدله في الصيف، معتدل في الصيف وبارد جدا في الشتاء. اللي هو اللورنسي ده هو ارتفع في الصيف وبارد جدا في الشتاء. الغابات اللي هنا اسمها غابات مخروطيه، مخروطيه شكل مخروط، ولذلك التلج ما بيقفش على قمه الشجر ده لانه بينزل. بينزل زي شجر مين؟ الصنوبر والشربين. صنوبر وشربين ده الاقليم اللورنسي. حلو. المفروض اللورنسي اللي هو 45 60 قصاد منه غرب اوروبا، ده المفروض. لا، قال لك ما فيش قصاد منه بقى هنا. يعني اسيا ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اقليم غرب اوروبا. الاقليم الوحيد اللي مش موجود في اسيا هو اقليم غرب اوروبا، فيها اللورنسي بس ما فيهاش غرب اوروبا. اخر بقى اقليم عندك اللي هو فوق ده اللي هو يمة سهول سيبيريا، ده اقليم اسمه تندرا. تندرا ايه التندرا ده؟ اللي هو من 60 ل 90، وده اوسع واكتر اقليم موجود اللي هو التندرا ده. خلي بالك طبعا صيف قصير شتاء طويل، زائد ان في طحالب، الطحالب ده تنمو في فصل ذوبان الثلج. اخر بقى اقليم عندك اللي هو الجبلي. فين؟ اي جبل، جبل الهيمالايا جبلي، يابان جبلي، ساجاروس جبلي، توروس جبلي، اي جبل جبل يا باشا. خلي بالك. والاقليم الجبلي النبات اللي فيه بيبقى حسب حاجتين، قمه الجبل او ارتفاع الجبل والامطار اللي بتسقط على الجبل. يبقى حسب الارتفاع وحسب كميه الامطار، سواء اليابان سواء الهيمالايا سواء زاجروس سواء توروس، اي جبل بقى، اي جبل في اي حته اقليم جبل. ونقطه، الاقاليم المناخيه بتختلف، الاقاليم المناخيه بتختلف في القاره حسب 3 حاجات: الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي، ثم التضاريس. ثالث جزء عندي غير اللي هو الاقاليم المناخيه، السلالات البشريه. اسيا كلها مغول، او معظم اسيا مغول، معظم اسيا مغول. 40% من السلالات عايشين في قاره اسيا،
اللي هي السلاله انهي؟ المغوليه. طب السلالتين التانيين اللي هي الزنجيه والقوقازيه موجوده فين؟ من غير ما تفكر، الهند. الهند جزء منها قوقازي وجزء منها مغولي. الهند في جزء مغولي وجزء قوقازي. الجزء القوقازي اليمني، الجزء ده كده ده قوقازي، انما ده هو زنجي. بقيت اسيا مغول. فاذا اسيا فيها كام؟ فيها 3 السلالات، فيهم 3 اقسام. وطبعا كل سلاله لها قسم. الزنوج مثلا الاقزام والبنتو والبوشمان والهوتنتوت والنيلوني الحاميون والاستروني الاصليون. السلاله اللي هي المغوليه عندك الاسكيم والطنبوس والهنود الحمر. نقطه بقى، في اسيا سلاله نقيه. فين؟ اهو فوق اهو، اسمها الطنبوس. سلاله الطنبوس سلاله نقيه. طب يعني ايه سلاله نقيه؟ يعني لم تختلط بالسلالات، لم تنصهر وسط السلالات. الدرس بتاع التركز، السكان بيتركزوا فين؟ بالله عليك، انا عندي مناطق التركز كالاتي: يا اما سهول فيضيه، يا اما سهول ساحليه، يا اما مدن كبرى. يعني السكان هيقعدوا هنا اهو في سهل منشوريا او شرق الصين او يانجيتسي او الجانج او السند او دجله والفرات. ليه؟ سهول فيضيه. ليه؟ عشان تربه خصبه وارض فيها ميه. او هيقعدوا على السهول الساحليه. ليه؟ عشان مناخ معتدل وعشان مدن كبرى وانشطه. هيقعدوا في المدن الكبرى اللي موجوده هنا. خلي بالك، مش هيقعدوا في اسيا. فين؟ مش هيقعدوا يمة سيبيريا. ليه؟ عشان شده البروده. مش هيقعدوا عند جبال الهيمالايا او اي جبل هنا. ليه؟ عشان وعوره السطح، المنطقه جبليه، فبالتالي السكان هيقلوا. مش هيقعدوا في شبه الجزيره العربيه. ليه؟ عشان في صحراء ومناخ حار، فبالتالي هيقلوا هنا. فدي الاماكن سواء التركز او سواء القله. والسؤال يجي لك كده: ما العلاقه بين السكان والشيء؟ فاهم؟ يعني السكان والمناخ، سكان وتضاريس، سكان وكوارث وحروب، سيان. طالما جاب سكان وحاجه من غير ما تفكر، تركز ويقل. يتركز ويقل. هيتركز فين ويقل فين، وهكذا. اخر بقى جزئيه عندك يا باشا في قاره اسيا، اللي هو الجزء بتاع الخصائص بتاعت السكان. اسيا اكبر قاره في العالم فيها سكان، لوحدها 4 مليار. اكتر دولتين فيهم الصين والهند، اكبر دولتين فيهم سكان. اسيا بحكم ان فيها سكان كتير، فالاكل قل، نقص الغذاء، السكان ما بقاش فيه دخل قومي، ما بقاش فيه مستوى معيشه، فالسكان خدوا بعضهم وهاجروا، بس هجره غير شرعيه. هاجروا خدوا بعضهم راحوا فين؟ للدول اللي دخل اقتصادي مرتفع. يبقى هيروحوا فين يا شاهد؟ هيروحوا في شبه الجزيره العربيه وهيروحوا على قاره اوروبا. يبقى خلي بالك كده الهجرات كده رايحه يمه ايه؟ كاتجاه رايحه يمه الغرب. عشان يجي لك سؤال كده: تتجه الهجرات الغير شرعيه في قاره اسيا، سؤال ذكي، الى انهي اتجاه؟ يقول لك شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب؟ ساعتها تقول ايه؟ ساعتها تقول الغرب. خلي بالك، فدي اللي اسمها الهجرات الغير شرعيه. طب ايه تاني بالنسبه لقاره اسيا؟ بالنسبه للدخل، طبعا قلنا الدول اللي عندها دخل بتشتغل في الصناعه يبقى دخل اقتصادي مرتفع، اما اللي بتشتغل في الزراعه يبقى دخل اقتصادي منخفض. عندك هنا اللي دخلها اقتصادي مرتفع روسيا، دخل اقتصادي ايه؟ مرتفع. اليابان دخل اقتصادي مرتفع عشان صناعه. دول الخليج العربي دخل اقتصادي برضه مرتفع، بس مش عشان الصناعه، ولا عشان ايه؟ عشان البترول والغاز هناك، اللي هي الطاقه الحفريه. افتكر النقطه دي، الطاقه الحفريه. حلو. طبعا بالنسبه للدول الاقل بقى من المتوسط، يعني الدول بقى اللي هي الصغيره دي، الصين فوق متوسط، الهند اقل من متوسط، صين فوق متوسط، هند اقل من متوسط. دوله في الحته دي كده فوق الهند اسمها نيبال. دي دخل ايه؟ منخفض، وقع تحت خالص. نيبال هو منخفض. وباكستان هو جنب نهر السند برضه دخل منخفض. والدول اللي فيها صناعه دخل اقتصادي مرتفع، الدول اللي فيها زراعه دخل اقتصادي منخفض. والدول الصناعيه القوه العامله الناس اللي بتشتغل فيها بتشتغل في الصناعه، اما الدول الزراعيه القوه الصناعيه بتشتغل فيها في الزراعه. يبقى دي الايدي العامله اللي هي القوه العامله. دي قاره اسيا يا باشا. افريقيا
بس الفرق ما بينها وما بين قاره امريكا الجنوبيه عشان بس انت فاكر ان دي فيها جزيره والثانيه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش جزيره. طبعا افريقيا شمالك بحر متوسط، جنوبك مالكش جنوب، شرقك محيط هندي، غربك محيط اطلنطي، وعندنا خليج ايه؟ خليج غينيا. خلي بالك ركز معايا بقى. افريقيا بيقل بها الجزر نظرا لايه؟ لان الساحل مش متعرج، الساحل مستقيم، وعشان مستقيم فما بقاش فيه جزر كتيره هنا. اشهر جزيره مدغشقر وجزر القمر. الجبال، ركز بالله عليك عشان كده مهمه. الجبال عندي غير انك تعرف الاسم لازم تكون عارف الاتجاه. يعني ايه؟ ده جبل اطلس موجود فين؟ في الشمال الغربي. ده جبال البحر الاحمر موجوده فين؟ في الشمال الشرقي. دي جبال كينيا وجبال كليمنجارو موجوده فين؟ موجوده في الشرق. دي جبال دراجنسبرج موجوده فين؟ في الجنوب الشرقي. فانا بالله عليك انا عايزك تكون عارف الايه؟ الاتجاه. ده جنوب شرقي، ده شرق، ده شمال شرقي، ده شمال غربي. ده الجبال. الهضاب بقى 3 هضاب في افريقيا، وخلي بالك افريقيا بتتميز ان هي ذات مظهر هضبي، يعني معظمها هضاب. فوق هضبه اسمها الصحراء الكبرى، في النص هضبه اسمها البحيرات الاستوائيه، في الشرق هضبه اسمها اثيوبيا. الاثنين منبع لنهر النيل، يعني الاثنين لهم اهميه لنهر النيل. ثالث هضبه تحت اسمها هضبه جنوب افريقيا اللي فيها نهرين، نهر يمين ونهر شمال، لومبوبو اورنج، لومبوبو واورنج. خلي بالك الاثنين وجه الشبه ايه؟ ان الاثنين في هضبه جنوب افريقيا. طب وجه الاختلاف ان واحد بيصب اهو في المحيط الهندي والتاني بيصب في المحيط الاطلنطي. خلي بالك ده السهول انهي اللي هي الهضاب اللي موجوده عندي. عندي جبال، عندي هضاب. السهول 3 انواع، سهول ساحليه، سهول فيضيه، سهول صحراويه. وخلي بالك صحيح افريقيا شبه استراليا في المظهر الهضبي، يعني استراليا كلها هضاب، افريقيا برضه كلها هضاب. عندي السهول الساحليه، السهول الساحليه بتكون حول البحر المتوسط والاحمر والهندي والاطلنطي. وخلي بالك السهول الساحليه هنا برضه واسعه وضيقه، حسب ايه؟ حسب الاقتراب الجوي. السهول الفيضيه، نهر النيل ده سهل فيضي منبعه الاثنين دول، ده المنابع. نهر الكونغو سهل فيضي، نهر النيجر سهل فيضي، نهر اللومبو، نهر اورنج سهل فيضي. خلي بالك كل دي سهول ايه؟ سهول فيضيه. حلو؟ حلو. هل السهول دي كلها صالحه للزراعه وصالحه للسكان؟ خلي بالك النيل والنيجر واورنج واللومبو فيهم سكان، الكونغو ده اهو ما فيهوش سكان نظرا لايه؟ نظرا لوجود الغابات الاستوائيه والاقليم الاستوائي. دي السهول الفيضيه، ولازم تبقى عارف كل نهر بيصب فين. ماشي؟ عندك بقى يا سيدي السهول الصحراويه اللي هو السهل اللي اتكون بسبب التعريه الهوائيه. ما بين مصر وليبيا في اهو بحر اسمه بحر الرمال العظيم، ما بين مصر وليبيا، مصر وليبيا. طب السهل ده في ليبيا بيسموه كلينشو. يبقى ما بين مصر وليبيا بحر الرمال العظيم، في ليبيا كلينشو. تحت السهل الصحراوي اسمه كلاهاري.